السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم نبيل ثروت، والنهارده في حلقة جديدة من The Weekly Noob. بقى لي قرن ما عملتش أي حلقة ولا أي content. فإن شاء الله الحلقة النهارده يعني تبقى حلوة. معايا باشمهندس الراجل الجامد جدًا كريم شلبي، حبيبي منورنا يا عم حبيبي كيمو. أنا مش قُلت لك ما تقوليش باشمهندس، مش قُلت لك ما تقوليش أنا باشمهندس ما قُلتش باشمهندس، أنا ما قُلتش باشمهندس. والله قُلت يا حبيبي الراجل الباشمهندس يا بس عم ماشي عدّيها لي عادي. إزيك يا آآ نبيل إيه الأخبار؟ يعني أنا حاسس إن إحنا بقى لنا ساعة قاعدين على Discord، فأنت ما تسألنيش السؤال ده. أنا آسف إن أنا باحاول أعبّرك، ماشي كمّل بقى يا نبيل بس. ماشي. الحلقة النهارده عن الAI. إحنا كلّنا طبعًا عارفين إحنا software engineers جامدين جدًا، 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 وبنستعمل الAI في شغلنا، وبنستعمل الAI على يوتيوب، بنستعمل الAI على السوشيال ميديا، وبنستعمل AI وإحنا بنكتب content، وبنستعمل AI وإحنا بنقرا content. لدرجة إن الناس يعني بقت بتتكلم بلغة الAI، وهنشوف الكلام ده كمان شوية، بس anyway يعني. فإحنا قُلنا ليه ما نتكلمش على الAI بالمرّة، كلّه عمّال يتكلم عن الAI، نتكلم عن الAI إحنا كمان. ف يعني أنا بالنسبة لي كنت بافكّر كده يعني كنت بافكّر أنزّل blog. الblog دي كانت هتبقى عبارة عن rant فقط لا غير من أولها لآخرها. وقال لي آآ صدّعنا بيها بقى، يعني هو إيه، هي يعني طلبت معاه قال لك مش بدل ما أنزّلها blog قال بدل الblog أنا إيه، أنا هاصدّع دماغ الناس معايا بقى. يا عم أنا هاصدّع لوحدي، وبعدين يسمعوا rant أحسن ما يقروا rant. باعت آآ لي بيقول لي: "ما تيجي نرَنْت مع بعض." بس يعني أنا بالنسبة لي يعني أنا هاتكلّم على الpoint دي من منظوري الشخصي. الweb بالنسبة لي بيقدّم 3 حاجات، وأظن أغلب الناس بيقدّم لها نفس ال3 حاجات دول. استرجاع البيانات اللي هي information retrieval، حد داخل يsearch، حد داخل يعرف حاجة. الcommunity والناس اللي بتshare مع بعض، اللي هو بتلاقي حاجات زي stack overflow، حاجات زي مثلًا الdiscord communities، حاجات زي الcommunities اللي كانت موجودة على الweb اللي كانت open عمومًا للناس كلّها تخش تcontribute فيها. والترفيه أخيرًا، ده طبعًا يوتيوب. الحاجات بقى الغير يوتيوب عمومًا sites الترفيه والحاجات دي كلّها. فأنا بالنسبة لي أكتر حاجة اتضرّت بالنسبة لي شخصيًا هي كانت الinformation retrieval. بجانب إن أصلًا نُص الtraffic دلوقتي مثلًا أنا كشخصي، أنا الwebsite بتاعي دلوقتي نُص الtraffic بتاعته AI chatbots، ChatGPT بقى مش مش عارف. شخصي مش شخصي بس يا نبيل، يعني إحنا حتى عندنا في الشركة دلوقتي في مشروع ما كان في مشكلة، فكنا داخلين بنبُص على الnetwork logs وبنبُص إيه اللي بيحصل، كمية لا بأس بها كبيرة جدًا من الtraffic اللي كان جاي لنا، كان ريكوستات كلها جاية من ChatGPT، يعني الموضوع بقى معظمه bots، الناس بقت الcrawlers بقوا أكتر من البشر. المشكلة أصلًا يعني الناس بجد يعني حوار فكرة إن أنت معاك tool، الtool دي بتسألها السؤال وخلاص، وما لكش دعوة بقى بالtool دي هتجيب الinformation منين. هل ليها أصلًا permission إن هي تجيب الinformation دي؟ هل أنت دلوقتي مثلًا لمّا تيجي تفكّر فيها، أنا كشخص، أو مش هاقول أنا كنبيل، يعني أنا كشخص اللي هو كمثال للناس اللي أنا باتابعها، اللي كانوا بيعملوا content وبياخدوا ad revenue على الsites بتاعتهم أو هكذا. أنت دلوقتي الAI chatbot ده مش هيدّي traffic revenue، هو بيconsume بس حرفيًا. يعني أنت بتسأله السؤال، بيقوم رايح مscrape الsites اللي ممكن يجيب لك منها الinformation دي، ويقوم مرجّع لك answer لطيفة كده. أنت مش متأكد أصلًا إن هي الanswer دي حقيقية، أو الanswer دي مش hallucination، أو الanswer دي factual أو أيًا كان. لأ، هو دايمًا هيكلمك بمنظور إن الحاجة دي صح 100%، والحاجة دي ثقة دي حاجة مليون في مهمة. المِيّة. هي دي حاجة مهمة من ناحية إيه، من ناحية إن كان في حد بيتكلم قبل كده للأسف أنا مش فاكر اسمه، بس هو بيكلمك من ناحية إن أنت الAI اللي موجود دلوقتي مش AI، مش artificial intelligence، هو مجرد واحد بيdetect patterns وهو بيطلّع لك المنتج اللي أنت عايزه، يعني فلنقل لو جه الAI أنت قُلت له الحاجة الفلانية ديّة صح والّا لأ، هيقوم جاي قايل لك لأ هي صح، تقوم جاي أنت قايل له طَب على فكرة هي غلط، هيقول لك أنا آسف وهي غلط، مع إنها كانت صح من شوية، بس هو مش عارف، هو بالنسبة له مش مهتم، هو بيمشي بيعوم على عومك، فأنت كبني آدم وأنت بتكلمه لو أنت مش عارف تتعامل معاه كويس، هتبقى دايمًا وبتعتبره مرجعية ثابتة، ده مش مرجعية ثابتة خالص، ده عايم معاك جدًا، معاهم، عليهم. وده بيرجّعني لنقطة قديمة شوية، وهي أنا مغيّر المجال من للtech fairly recently، أنا من 2021 في المجال،
لمّا كنت باغيّر المجال كانت الناس الكبيرة في المجال كانت بتنصحني إن من أهم الskills اللي كانت محتاجة تبقى عندك هي الsearch فو، جاية من كونغ فو، مش عارف الناس منتشر عندها المصطلح ده والّا لأ، لأ، ده بس هي الboomers الsearch فو. بس. أوكي، فهي أنت فبالضبط، فأنت محتاج إن أنت تتعلم إزاي تسرِّش عن الحاجة، إزاي تستخدم الsearch engines to your needs وتوصل للمنتج اللي أنت محتاجه بسرعة. تقدر تقول لي دلوقتي كام في المِيّة من الناس أصلًا بتعرف تسرِّش؟ في كام في المِيّة من الناس أصلًا بتفتح يا ابني تقريبًا الناس بقت بتفتح ChatGPT أكتر ما بتفتح جوجل. هي دي not حقيقة single عمومًا. أنا عايز أقول لك حد صاحبنا أنت عارفه برضه من فترة، الشركة عندهم حد جديد دخل، وكان يعني الولد هو junior عادي، يعني expected إن هو يغلط وexpected إن هو آآ يعني يحاول إن هو يلاقي أسهل طريقة يلاقي بيها المعلومة، علشان برضه يختصر على نفسه الطريق، وأي حد هيعمل كده. ولكن المشكلة تكمن في إن هو ما اتعلّمش الأساس، وما اتعلّمش إزاي يدوّر صح أصلًا قبل ما يروح للtools دي، فبقى بيستعمل Claude وبقى بيستعمل ChatGPT وبيgenerate كود، الكود أصلًا مش شغّال، ولو شغّال ما بيعملش الobjective فعلًا بتاع الbusiness case اللي مطلوبة منّه، وكان بيطلّع كود، الكود فعلًا أقل ما يُقال عليه الكود سيء، حتى بالنسبة لjunior، يعني أنا شُفت juniors كتير الكود quality بتاعتهم أعلى من ده بكتير جدًا، وده بيرجع هو لكذا ده سبب مربط برضه الفرس. يعني. ما هو بالضبط، ما هو ده مربط الفرس، إن أنت دلوقتي بُص عامةً الموضوع ده concept حياتي عامةً، وهو إنك taking shortcuts isn't always the right decision. فأنت بالنسبة لك إن أنت عمّال تاخد shortcuts early on أنت بتدمّر نفسك، أنت بتدوّر على الshort term gain ومنفّض للlong term تمامًا. أنت المفروض تبُص تحت رجليك. أنا في الأول خالص من الحاجات اللي كنت باعملها وهي كانت extreme شوية، وهي إن أنا كنت باقفل الauto completion. أنا مش عايز الauto complete يعوّدني إنه موجود. إمم. أنا مش عايز حد يعرّفني إيه اللي المفروض أكتبه دلوقتي، أنا لسه باتعلّم. ما هو لو اهم. هيعرّفني كل مرّة، أنا عمري ما هاتعلّم، أنا هاتعلّم منين؟ فهي دي الفكرة إن الناس هي ده مربط الفَرَس، إن أنت مش بس هو عدم يعني هو مش مرجعية موثوق فيها، معظم الوقت أنت محتاج تخلّيه يعني أنا كنت باخلّص مثلًا معاه في الchat أقوم جاي له cite your sources يدّيني الsources أدخل ممكن ألاقيه أصلًا مُقتَص جملة عجبته من وسط الكلام كلّه ماشي مع السياق بتاعه، والسياق نفسه اللي كان في الactual article حمادة تاني خالص. فهو مش مضبوط. مرجعية ثابتة، اهم. وفي نفس الوقت إن هو بعيدًا عن إن هو مش مرجعية ثابتة، أنت بقيت معتمد عليه جدًا. فأنت بقيت معتمد على حاجة مرجعيتها مش ثابتة، وهو نفسه مش موثوق فيه، وأنت بتاخده كإنه قرآن. في ناس أقسم بالله يا نبيل أنت من ناحية الinformation retrieval أنت كواحد مسلم دلوقتي بتدوّر على معلومة دينية، أنت عارف sources معيّنة بتدوّر فيها أو بتكلم دار الإفتاء أو. مضبوط. دلوقتي information retrieval إيه، أنت لو عملت في جوجل بس بتدوّر على فتوى معيّنة ودوّرت، إيه الtop result؟ Gemini result. بالضبط. Gemini result هي أول واحدة. لو وال8 الGemini اللي بعدها promoted. مثلًا، فأنت سيبك من فكرة بقى يعني إحنا مش هنخوض في حتّة الpromotion بس الtop result Gemini result. أنا I never asked for AI to be the top result. أنت مورّيني Gemini result يعني مثلًا كنت بادوّر على حاجة زي استبدال الدهب بالدهب، وقال لي إن الدهب حلال. الtop result كانت مكتوبة إن استبدال الدهب بالدهب حلال، اهم. كده أهو من Gemini وhighlighted. إنّما أنت لو بدأت تبحث بنفسك وتبُص على الموضوع هتبدأ تلاقي إن في شُبهة رِبا في أوضاع معيّنة وأماكن معيّنة. فأنا مضبوط. لو أخدتها كمرجعية بدون أي لأ، وجه منطقي هتضيع. من غير ما أدوّر هتضيع. بالضبط. عايز أقول لك في حتّة جوجل وهكذا، أنا عمومًا بقى لي فترة عملت دي جوجل لحياتي، ما باستعملش أي جوجل products إلا حاجات معيّنة أوي، زي maps مثلًا، لإن هو أكتر حاجة شغّالة كويس في مصر. ولكن أنت جوجل فعلًا هو شِبه أصل الأكبر قدر من المشكلة دي على مدار السنين اللي فاتت. أنت فاكر كده الSEO optimization والSEO algorithms اللي جوجل كل شوية تطلع بيها، واللي 90% منها أصلًا ما لوش أدنى علاقة فعلًا بالquality بتاعة الcontent اللي مكتوب. هو كل اللي هو عايزه إن هو هيدّي الarticle بتاعتك للAI، الAI هيscore قد إيه الarticle دي بتalign مع الsearch query دي، وبعد كده هيطلّع result. الحوار ده أدّى لإيه؟ الحوار ده أدّى إن أنت دلوقتي بتلاقي أنت داخل تسيرش على topic مثلًا إزاي مش عارف يعني إزاي تربط الجرافطة، فتلاقي أول 10 results مثلًا كلّهم مثلًا لو مش promoted كلّهم copy paste من بعض، عبارة عن إيه؟
article click baiters كلهم، طويلة هو واحد كلّها عارف clickbait SEO فاهم، هي عارف كلّها SEO دخل clickbait. يحط buzz keywords علشان عمل خاطر أنت إيه؟ تشوفه. بالضبط، هو مش حاطط bus keywords بقى، هو قال لك في الأول خالص الناس بدأت تabuse الkeywords لمّا كانت الkeywords عبارة عن meta tag بتتحط في الdocument، فجوجل قال لك لأ خلاص الناس بتabuse فإحنا بدل ما نحل المشكلة، إحنا هنروح نimplement system تاني الkeywords هتتاخد من الcontent بتاع الpage، فالناس بدأت تحط keywords في آخر الصفحة من تحت خالص كتيرة جدًا، بحيث إن هي تتscrape مع الGoogle result فبرضه تاخد result أعلى، فجوجل قال لك لأ الناس بتabuse برضه، فإحنا نعتمد على الcontent نفسه مع تطور الAI وهكذا. فوصلت لمرحلة إن أنت بتخش على الarticles دي بتلاقي إيه، بتلاقي إيه هي الجرافطة، ده أول intro، إيه هي الجرافطة، ليه ممكن تحتاج تربط الجرافطة، إيه أهمية حد الجرافطة ما بالنسبة حدش للبنطلون، بيدخل في الموضوع على طول، لإن هو فاهم، لو دخل في الموضوع على بالضبط، طول مش هيgather audience اللي هو عايز بالضبط، حد يقعد يهرتل بقى معاه، اللي هو عامل زي الفورمات بتاع الفيديوز اللي موجود دلوقتي، اللي هو تيجي تدخل يقوم جاي قايل لك البتاع ده جامد جدًا. وبعدين يبدأ يتكلم بقى هو إيه يبدأ بقى يحكي لك بقى من الأول قصة حياته، أنا اتولدت في الزقازيق ومش عارف ترعرعت فين وعملت إيه، وفي أيوه، الآخر خالص يطلع البتاع ده بونبوناية اشتراها من السوبر ماركت تحت، بس هو من الفكرة إن هو لازم يدّي لك في الأول العنوان الضخم، وبعدين أيوه يبدأ يقعد بالضبط، يعُك لك الدنيا. الalgorithm ف بس فهي يعني أنا مش مع فكرة إن ده مشكلة جوجل، لإن هي جوجل في الأول وفي الآخر ساعتها على الأقل ما كانتش بتعمل حاجة غلط، هو اللي كان بيعمل حاجة الغلط كانت الناس اللي بتabuse. ما هي جوجل ف للأسف هي جوجل كان في إيديها إن هي تعمل system غير ده، بس هم مشيوا مع الحاجة اللي تضمن لهم أكبر قدر من الrevenue هم ما هو كده، إحنا كده دلوقتي هم ما كده، عندناش كده مشكلة corporate مع ده قد ما أنا ما عندنا عنديش مشكلة مع الabusers دلوقتي، ما هو أنا ما يعني عنديش الabuser مشكلة مع AI. فكرة الrevenue نفسها، أنا عندي مشكلة مع فكرة إن أنت شركة بتpromote أنت شركة بُص يعني الشركات عمومًا اللي هي زي جوجل وفيسبوك والحاجات دي، الشركات دي بتملك يعني نسبة كبيرة جدًا من الweb بتملكها، حرفيًا بتملكها، يعني أنت أي 90% من الناس أنت معاك موبايل أندرويد الdefault search engine عليه جوجل، هتفتح أي browser الdefault search engine فيه جوجل، هتفتح بُص أي system ممكن يخطر على بالك هتلاقي الdefault بتاعه فيه جوجل، هتقول طيب أنا هاستعمل service تانية، إيه هي الservice التانية؟ ما حدش يعرف أصلًا إيه هي البدائل، ده مبدئيًا، بغير قدر الdata اللي معاهم، هم معاهم حرفيًا بيترينوا الAI بتاعتهم على صورك اللي في photos الfiles اللي في الدرايف، أي حاجة حرفيًا أنت بتدّيها لهم for free هم بياخدوها وبيترينوا عليها، فهو أنا باشوف إن الشركات اللي بالحجم ده والقدر ده من المعلومات معاهم، بيبقى عليهم responsibility أكتر، أنت أنت كشركة تقدر إن أنت تعمل حاجة تدّي لك revenue وبنفس الوقت تبقى ethical بس هُم مش مهتمين بكده، هو قال لك أنا عايز دلوقتي الsites اللي تحط الإعلانات بتاعة جوجل AdSense والAdWords ومش عارف إيه والرزع ده كلّه، أنا دلوقتي مبدئيًا أي site محطوط عليه الحاجات دي هيhire automatically هيrank higher than most sites. وبعد كده هتلاقي إن طيب الcontent نفسه لازم يalign مع الquery فالcontent هيalign مع الquery إزاي؟ عن طريق إن هو يتكلم على الquery قدر الإمكان، لو أنت طب ما أنا عادي ما هي نفس الفكرة، أنت واحد حرفيًا عمّال يspam حاجات أصلًا unrelated للgoal نفسه، أنت حتى الGoogle AI نفسه بتاع Gemini لمّا بتسأله بيرد عليك رَد أحيانًا رَد مختصر كده، اللي هو رَد الإجابة يعني اللي هو الإجابة بيكتب السؤال كلام بالضبط، كتير، بس تلاقيه مhighlight الحاجة اللي أنت عايز تشوفها كبني آدم، اللي هو بالضبط، أنت كبني آدم أو لأ، فيقوم جاي مhighlight لك الآه أو لأ، فأنت كبني آدم مثلًا حد uneducated يقوم جاي سايب كل حاجة موجودة حتى لو هو كاتب الsources بتاعته، يعني إحنا أكيد في ناس كتير بتتفرج على الدحيح وأمثال الدحيح، فالناس دايمًا دي بتبقى دايمًا بيقول لك إيه الsources أو المصادر تحت، كام في المِيّة من الناس بتنزل تبُص على المصادر؟ ما فيش حد بينزل يبُص على المصادر. فنفس الفكرة هنا، بس أنت على الأقل لو بتعامل الدحيح أنت بتعامل بشري تاني، أنت اعتمدت على بني آدم بشري تاني يعمل الresearch بتاعك، وإن كان دوّة نسبيًا غلط والمفروض إنك تتطمن لده برضه، ولكن على الأقل هو أوقع من إن أنت تعتمد على حاجة بتوافقك على أي حاجة أنت بتقولها وهي الAI. بالضبط، أنا وأنا شغال في الcode في الinformation retrieval ساعات كتير جدًا بتساعدني جدًا هي إن أنا ألاقي حاجة زي معلومات عن حاجة أنا ما اشتغلتش بيها قبل كده، فالحاجة اللي أنا ما اشتغلتش بيها قبل كده حاجة زي tool technology معيّنة، أنا عارف إن في الأول وفي الآخر أنا هادخل على الtechnology ديّة أفتح الdocumentation وأفتح أقرا هي فيها إيه، طَب أنا عايز أنجز لنفسي شوية وقت هاعمل إيه؟ هافتح الAI هاسأله أنا عايز أعمل كذا، كذا، كذا
باعملها إزاي بالtool ديّة، لمّا هو يبعت لي الرَد أدخل أدوّر على الحاجة ديّة في الdocumentation علشان يبقى هو على الأقل خلّاني laser focus على الحاجة اللي أنا محتاج أبُص عليها. بالضبط. ولكن أنا مش هاخد الكلام اللي هو كاتبه at face value وأقوم جاي قايل بس خلاص this is the true way وأمشي عليها. ال آمم الinformation retrieval هنا ده اللي إحنا محتاجين نركّز فيه بقى في النقطة ديّة اللي أنا باتكلّم فيه، اللي هو أنت إيه، never rely on it 100%. خلّيها تسرّع الprogress بتاعك، ما حدش بيقول لك ما تستخدمش الAI، ولكن this is not the way إن أنت المفروض تدوّر بيها دلوقتي حاليًا، لإن أنا وأنا شغّال كنت أمّا باجي أقول له لأ أنا عايز أعمل كذا بدل كذا، كان يمشي على عُمي، لحد أمّا يوصل لمرحلة إن الإجابات اللي هو بيقولها كلّها حرفيًا غلط، ما فيهاش حتى مش هاقول لك أيوه. بقى إيه، هو فكّر لأ، هو حرفيًا خلاص وصلت معانا في مرحلة بالتفكير إن هو it's not a human. فأنا أمّا باكلّمه وأمّا أوصل معاه لمرحلة في التفكير الcontext زاد عليه، الكلام نَفْسه كان مش طبيعي، الtool مثلًا ما كانتش properly documented فبقى مطلّع لي إجابات خلاص this is plain wrong. وده بنسبة كبيرة للvibe coders أو الناس المثال اللي أنت ضربته بتاع الvibe coder الjunior اللي كان بيكود كود زبالة جدًا، ده غالبًا حصل معاه كده، هو فاتح chat مع أيًا كان الAI وعمّال يكلّمه ويprompت ويرجّع له data ويقوم جاي حاططها. I'm pretty sure أيوه إن هو بالضبط. حتى ممكن ما يكونش بدأ معاه discussion جديدة حتى الAI. فالinformation retrieval هنا يعني هو أنا بس يعني ده أمر توعوي شوية بس اللي أنا أقصده إن إحنا عشان نعرف ننقل النقاط التانية هو يعني ما تستخدموش at face value يا جماعة. ويعني لو تعرف تdisable Gemini في Google disable it. لو عايز تدّيه Google زي ما نبيل عمل يعني it's highly recommended من على ناحية نبيل فكرة كده، على كده. فكرة والله DuckDuckGo جامد جدًا، جدًا، جدًا في الsearch بتاعه، وفي AI summaries برضه لو أنت عايز، بس هي optional يعني ده الحلو فيه إن هي وby the way هي private 100%. فأنت حتى يوم ما بتsearch على حاجة ما بتلاقيش بقى حاجات كده answers targeted على الhistory بتاعك أنت كشخص، لأ هو عكس جوجل تمامًا. أنت الsearch results الranking بتاعها مُعتمد اعتماد تام على الquery والcontent بتاع الصفحات، وأغلب الوقت لمّا باقارن ما بين الresults بتاعة DuckDuckGo مع جوجل، بالاقي إن الresults بتاعة DuckDuckGo ما بتطلّعليش الspam articles اللي جوجل بيطلّعها لي، وبيطلّع لي أغلب الوقت sites ما عليهاش إعلانات جوجل أصلًا، ما بالاحظش فيها إعلانات جوجل، ولمّا بيكون فيها ما بتكونش spam زي باقي الsites اللي بتظهر لي على جوجل. فهي عمومًا يعني ال يعني بجانب أصلًا مشاكل الinformation retrieval وهكذا، أنت عندك مشاكل تانية أصلًا ورا الAI في العموم، زي أنت الكهربا والطاقة اللي هو الAI ده هيسحبها، أنت ضامن منين إن هي طاقة نضيفة؟ أنت ضامن منين إن أنت مش بس كده، هي حتى لو طاقة هي بُص سيبك من إن هي طاقة نضيفة والّا لأ، علشان أنا غير مؤمن بإن في طاقة نضيفة في العالم ديّة تكفّي العالم. الطاقة النضيفة إنها تكفّي العالم إحنا ما وصلناش لمرحلة نقدر نharness it كفاية، فسيبك من فكرة هي طاقة نضيفة والّا لأ، هو من ناحية فكرة تبذير في الطاقة، لإن إحنا ما عندناش طاقة متجددة كفاية إن إحنا نقدر نخلّيها نبذّر فيها بالمنظر ده. فسؤال بقى بالضبط. هنا مهم جدًا، أمّا الناس كلّها تقعد تتكلّم عن الcarbon footprint والطاقة وخدوا بالكم الAI ما تقعدوش تتكلّموه في أي حاجة ومش عارف إيه. إزاي الtech corporates الضخمة الناس سايبينها يعملوا زي جوجل كدهوّة وGemini يعمل AI overview وGemini prompt كل search أنت بتكتبه. ده أنا حتى لو أنت بتعمل caching mechanism للكلام ده، ليه أصلًا أنت تprompt AI لحاجة أنا ما كنتش محتاج أprompt فيها AI كل مرّة search ليه؟ ده يعني تبذير في طاقة غير منطقي وفلوس غير منطقية في الهوا. أيوه بالضبط. ودي تاخدنا عمومًا للpoint التانية بقى للناس اللي بتabuse الAI في كل حاجة، في حتة الcommunities وال90 91 ال90 91 دي أو ال99 1 rule. أنت بتنُص إن أنت عندك 90% من أي community بيبقوا lurkers، اللي هو شخص قاعد بيconsume بس، شخص قاعد هو مثلًا عامل follow لحد على اليوتيوب، بيفهم منه وبيذاكر الcontent بتاعه بس، ولكن مش بيinteract معاه، مش مثلًا بيعمل like، مش بيحط comments وهكذا. ال9% دول اللي هم فعلًا بيعمل لايك للفيديو، مش عارف بيshare الarticle، بياخد لينك الحاجة بيشيّرها مع أصحابه، بيleave comments على الحاجة مثلًا feedback أو questions أو بيشتمك. أسئلة أو بيشتمك يعني أيًا يكن. آمم، وال1% هم اللي بيعملوا content. بس أنا شُفت الrate على دي The Wikimedia نبيل تقريبًا يعني في أكتر من 9% بينتراكتوا معاك، أي نعم كلّهم بيشتموا بس يعني أكتر من 9% يعني حُب الناس، مش هاعرف حُب أقول الناس. غير بس عمومًا ال90 91 اتغيّرت مع الوقت. أنا كنت ملاحظ الموضوع اتغيّرت بقى بشكل سخيف. أنت بقى عندك يعني أنا كنت عايز أحُط الموضوع ده في الآخر خالص في آخر الحلقة، بس افتحوا LinkedIn يا جماعة،
وscroll بس كده أول صفحتين 3 عندك على LinkedIn، وعِد كمية الposts اللي فيها صواريخ الrocket emojis اللي طالعة، وشوية شماريخ تلاقيهم متولعة كده في الpost، وتلاقيه دايمًا بيتكلم بصيغة ابتهاج احتفالية غريبة، اللي هو مثلًا واحد اشترى mouse جديد، "يا جماعة أنا اشتريت mouse جديد، والmouse ده فيه AI features يا نازلة جماعة تبع أنا مش عارف إيه." سألت الAI البنطلون الأزرق فين وقال لي فعلًا. بالضبط، اللي هو 90 يعني مش هاقول 90، 70% بالنسبة لي اللي لأ أنا دي يعني أنا discussion قلّلت تانية دي يا نبيل، اللي آه. إحنا عايزين ندي-emojify كل حاجة. يعني أنا كفاية عدّيت يا بوستات ابني emojis. 70% من الcontent عندي دلوقتي على LinkedIn feed بتاعتي، وأنا مoptimize حتى الalgorithm بتاعتي، يعني أنا مش عامل follow لناس AI enthusiasts أو ناس بتshare للحاجات دي، وباعمل unfollow للناس اللي بتعمل share للحاجات دي، بس وبرضه 70% من الtimeline عندي أو من الfeed عندي على LinkedIn عبارة عن ناس بتhype الAI، عبارة عن ناس كاتبة أي حاجة وخلاص generated by AI عشان يقول على نفسه إن هو بيعمل content وبينزّل، وكل ده الهدف منه في الآخر reach. أنا ما عنديش مشكلة إن حد يعني أنت كده محتاج reach عشان تلاقي فرص أحسن وهكذا، بس أنا عندي مشكلة مع إن أنت تخش مبدئيًا أنت مش فاهم الtopic، تقوم كاتب أي كلام، الكلام اللي أنت كاتبه غلط أصلًا، تدّيه للAI، الAI طبعًا زي ما إحنا قُلنا هو مش هيقول لك كلامك ده غلط، إلا لو أنت سألته، وساعتها مش مضمون إن هو يقول لك صح والّا غلط depends فعلًا لأ حقيقة، depends على الcontext، depends على فاهم؟ الcontext جدًا. depends أنت على لو قُلت له الcontext. أنت ممكن تدخل تقول له إياك تقول لي أنا غلط، وبعد كده تيجي تسأله أنت أنا غلط هيقول لك لأ. بالضبط، وحتى من غير الextreme case دي، أنت في العموم أنت لو جيت بعتّ له هو بس حَس من الtone بتاعتك إن أنت أو مش حَس، يعني هو لقى في الtone بتاعة الكلام إن أنت مalign أكتر ناحية إن الكلام ده truthy، يا باشا على عيني وعلى راسي الكلام ده صحيح 100%. فأنت بتخش حتى الناس بتخش أنا هاعمل أنا عايز آخُد reach، فأنا هاخش أكتب أي كلام للAI لChatGPT، وبيقوم واخد copy paste حرفيًا من ChatGPT، صواريخ بقى عارف أنت emojis صواريخ في الأول وemojis صواريخ في الآخر، لأ ودايمًا، والمثال دايمًا call الأكبر to على ده action. كمان، يعني مش بس الreach على LinkedIn، يعني مش بس emojis، يعني علشان الناس ما تبقاش فاكرة إن الموضوع محصور على مجرد ديباجة للكلام، لأ هي الموضوع بيبقى حتى سكريبتات وفيديو content آه، كامل وaudio voice over. الناس بقت بتعمل دلوقتي AI power houses بتطلّع له content generation من كل حاجة، بيعمل له كل حاجة ممكن يتخيلها. مثال على ده أنا نسيت اسمه إيه الchannel بتاعة مش مشكلة، آآ إحنا مش عايزين نقول اسمها عشان ch ما نشهرهاش كده، كده، بس يعني channel هي code ك عمومًا اتشهرت آه، بCSS tricks. فهي channel code ديّة كانت بتعمل إيه، هي كانت بتنزّل الtrick ديّة في عبارة عن إن هو بيسأل الAI أنا عايز topics، يبدأ يكلم الAI يطلّع له الscript، يدخّل الscript في AI يطلّع له الvoice over، ويقوم جاي هو مدخّل الAI دوّة في حاجة تانية تطلّع له الفيديو format، يرنّها على الماشين وياخد كام screenshot مع كام حركة في البتاع، والدنيا خلصت على كده. كان بيدرايف content كتير جدًا، جدًا، يعني ناس كتير كان في audience ضخم بييجي له، والناس بتشيّر وناس بتتكلم، و يعني أنا فاكر الgrowth بتاعه كان ضخم جدًا. في ف خلال شهر عمل الeffect 200,000 follower على subscribe على اليوتيوب. فالeffect بتاع ده بقى الeffect بتاع ده بقى اللي هو ال90 9 واحد اللي أنت بتتكلم عليها ديّة، فلنقل دلوقتي إن نبيل واحد من الناس اللي كانت بتعمل thesis tracks articles أو videos، اللي هتروح للshort form content اللي الراجل بيدخل يspit out nonsense في 5 دقايق ويطلّع لك البتاعة، ما تعبش في الresearch، ما شرحلكش اتعملت إزاي، أنت خدتها Napolitano. ومشيت. بالضبط. والّا هتروح لنبيل اللي هيقعد مثلًا يشرح لك نُص ساعة في how this works وده بدأ إزاي وده اتعمل إزاي وما إلى ذلك. بالضبط. ناس كتير هتنفّض لده وتروح للتاني دي يعني. بقى دي الpoint اللي أنا كنت برضه عايز أhighlight عنها، إن في ناس أنا كنت باتابعها كانوا صُناع محتوى، وبيعملوا محتوى نضيف جدًا، بجد نضيف بشكل اللي هو تبُص من كتر نضافة الcontent اللي هو أنت بتطلّع الcontent ده إزاي؟ وكانوا بيبقوا إزاي solo. ببلاش؟ يعني بتطلّع إزاي الcontent ده وإزاي ببلاش؟ أنت ما حدش وببلاش بيدفع لك فاهم؟ فلوس. كنت يا اسطى الناس دي كلّها دلوقتي انعدمت، صفر. أنا كنت حوالي أكتر من 10 ناس seniors وleads tech leads، كنت يا اسطى كنت بجد باستمتع بقراية الcontent بتاعتهم، وكلّهم software engineers في اللي في Netflix واللي في Facebook engineering ومش عارف إيه، الكلام كنت فعلًا بتاخد قيمة. أنت بتقعد تقرا مثلًا article ربع ساعة والّا تِلت ساعة والّا نُص ساعة، أو تتفرّج على فيديو long form، بس كنت بتاخد في الآخر قيمة،
قصاد الوقت اللي أنت انفستيته في الحاجة ده بشكل رهيب، قصاد الbrain rot اللي بقى مالي أي application افتح أي application حرفيًا، أي application حتى Google Photos هتفتح هتلاقيه بيswipe. أنت الdefault action بتاعة الموبايل عمومًا إن أنت بتswipe، أنت صباعك الthumb أنت ماسك الموبايل بإيدك بتswipe بالthumb. أي application هتفتح X هتلاقي إن أنت بتswipe على videos short form كلها ما فيش حاجة long form خالص. وفيديوهات أنت مع الوقت أنت مش فاكر أصلًا أنت عملت إيه، أنت حرفيًا dopamine hits مش أكتر ولا أقل. حتى الcontent الناس اللي بدأت تمشي ورا الحاجات دي في المذاكرة بتاعتهم ما عادوش يا اسطى ما عادوش بياخدوا قيمة صح من المذاكرة. أنت هتقعد ساعة عمّال تscroll في short form videos المفروض إن هي educational quote unquote في الآخر هتلاقي إن أنت محصلتك صفر، قصاد إن دي أنت ناس قاعد محتاجة قدام برضه تكون حاجة long واخدة بالها form. منها يعني كويس إنك highlighted ده، لإن الكلام يبان إن هو عن الترفيه فقط، ولكن هو نهائي الموضوع مش في الترفيه. أنا دلوقتي وأنا قاعد باقلِّب في الcontent بتاع الtech بقت الناس تدخل في short form content كتير جدًا، اللي هو how to do this مش عارف كذا، ويقوم جاي داخل مورّيك تعملها إزاي، وبنسبة كبيرة جدًا. أنا مش عارف عدّى على حد reel من المنظر ده والّا لأ يعني، بس هي أو short من المنظر ده على YouTube shorts، أكيد. تلاقي مثلًا يقول لك how to do this مثلًا وبتاع، ويقوم جاي جايب لك إيه، شكل الHTML code، بعديها شكل CSS code، بعديها شكل JavaScript code ورا بعضيهم ويقلب. هو 70% بالضبط. من الshort هو عبارة عن شكل الأنيميشن اللي كان بيعملها مثلًا، وبعدين 30% منها بيشيل كود very quickly يفرصك إنك rewatch it علشان أنت ما لحقتش تpause مثلًا تشوف هو إيه الدنيا. بس if you took the minute وpaused وحاولت تاخد الكود دوّة تكتبه، تكتشف إنه it's nonsense واللي مكتوب دوّة ولا حاجة وأنت محتاج تكتب أكتر. وif بالضبط. it was something برضه الshort form content دوّة مش الطريقة اللي تخلّيك تتعلّم. يعني أنت مهما حصل أصلًا ده الموضوع ده بالعكس بيأثّر عليك بالسلب. أنا شخصيًا بيأثّر عليّا بالسلب. يعني أنا والدي دلوقتي سِنُّه كبير، من أكتر الحاجات اللي هو بيقعد يعلّق عليها إن هو ذاكرته مش أحسن حاجة وما إلى ذلك. بس أنا شايف بعينيّا أكتر حاجة مأثّرة عليه دلوقتي مش بسبب السِن بس، السِن عامل، ولكن أكبر حاجة مأثّرة عليه هي الshort form content. الموضوع فعلًا الbrain rot ده مصطلح فعلًا حقيقي، وأنا على ما أعتقد إن أنت نبيل كنت مشيّر معايا قبل كده حاجة بتتكلّم عن آمم، how AI والshort form content والحاجات اللي بتحصل دلوقتي آه. أثّرت على عقول الناس. أنا عمومًا يعني full disclaimer للناس، أنا من الناس اللي هو كان حرفيًا بيقعد يswipe فيسبوك وإنستجرام، اللي هو بازهق من إنستجرام وأقوم فاتح يوتيوب وأقعد أبُص أswipe في الcomments وهكذا، وكنت باضيّع وقت كتير جدًا في الحاجات دي. ذاكرتي كانت صفر، نومي كان صفر، مذاكرتي وشغلي كانت صفر، وما كنتش بالاقي طاقة إن أنا أعمل الحاجات اللي هي الextra اللي أنا عايز أعملها، اللي هو مثلًا عاوز أكتب content مثلًا أو عايز أقعد أذاكر حاجة زيادة أو هكذا، الكلام ده كله ما كانش موجود. أول ما قطعت social media خالص، مسحت الcredentials بتاعتي، مسحت الpasswords من كل حاجة، فأنا دلوقتي عشان أفتح مثلًا login بفيسبوك، أنا محتاج أعمل recover password وماسح الapplications كلها وهكذا. آآ أول effect حصل من الكلام ده إن أنا نومي اتصلّح، قدرت أصلّح نومي. تاني حاجة إن أنا بقيت قاعد أنا لسه مش بانزّل حاجة، بس أنا قاعد عمّال أحضّر content كتير وقاعد باذاكر في حاجات وقاعد شغّال على presentations في الشغل كمية حاجات extra عمّالة تحصل. عمومًا ذاكرتي بشكل عام بقت أحسن، و يعني الموضوع بقى خدني في طريق كده إن أنا بابُص على research أكتر وأكتر، لقيت MIT منزّلين research من فترة بتقول إن ChatGPT مأثّر على الcritical thinking skills بتاعة الناس. اللي هو أنت في الطبيعي كنت بتsearch على حاجة بتلاقي ليستة articles قدّامك، بتحتاج إن أنت تقرا الdescription بتاع الarticle من برّه، تشوف هل دي هتalign مع الquery بتاعتك والّا لأ، وبعد كده تخش وبتقرا content نضيف نسبيًا، محتاج إن أنت تحكم هل الcontent ده فعلًا مفيد والّا لأ، وهل الcontent ده إزاي أستخرج منه أكبر قدر من هو مش الفائدة. الcontent دايمًا كان بيبقى نضيف، أنت بتبقى دايمًا أنت كنت بتبقى الjudge، أنت اللي كنت بالضبط. بتبقى بتقرر لأ ده فعلًا أي كلام، وده لأ ده حد تقدر تثق في كلامه، بتقدر تبُص على مرجعية اللي بيتكلم. يعني أنت لو جيت دخلت لقيت حد بيقول كلام عكس معتقداتك أو عكس مش معتقداتك الدينية، يعني عامةً فكرك، أول حاجة آراء بتعملها بتشوف عمومًا مين اللي بيتكلم ده، مين اللي بيقول إيه، أنت بتقول إيه، مين ده، مين ده أصلًا، أنت يعني أيوه. إيه الcredibility بتاعتك جاية منين؟ دلوقتي الناس بتدخل تسأل الAI وكأنه إن هو خلاص ما فيش critical thinking خالص. ليه؟ لأن أنت بتدخل تسأل الAI تقول له هو كذا، 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 لدرجة إن يعني زمان كان في فيديو حد بيتكلم عن الموضوع دوّة، بيقول إن مش معنى إن أنت لمّا سرِّشت على حاجة ووصلت لمعلومة سريعة على الإنترنت،
ده معناه إن أنت تعرف أكتر من الشخص اللي درس وقعد واتعلم وسوى وهكذا. دلوقتي الموضوع بقى أسوأ، أنت مش مجرد دوّرت على الإنترنت وجبت المعلومة بسرعة، ده أنت سألت ChatGPT وراجع لي بيه بتقول لي أهو ChatGPT بيقول كذا، في ناس دخلت معايا في discussions بيقولوا لي كده ChatGPT بيقول كذا، أيوه يا حبيبي ما ChatGPT ده هيقول لك أي حاجة أنت عايزها، أنت لو قُلت له قُل لي أنا رقاصة هيقول لك أنا رقاصة عادي يعني ما عنديش مشكلة يعني أنا فاللي هو أنا فعلًا كنت دخلت argument في مرّة مع حد، كانت الpoints بتاعته كلّها عمومًا هو كان واخدها من AI، بس ما كانش قايل إن الكلام ده جاي من AI، وداخل بقى حامي أوي في الموضوع، اللي هو شايف نَفْسه إن هو expert وإن هو ومتأكد تأكُّد قاطع إن الكلام اللي هو بيقوله ده حقيقي. يا اسطى اضطريت ساعتها إن أنا أخُش أفتح له الspec بتاع ECMAScript علشان أورّيه إن الكلام ده مش موجود، إن الكلام ده مش حقيقي. اضطريت وصلت إن أنا مثلًا ادّيت له MDN ما صدّقش MDN، ادّيت له مش عارف مصدر تاني ما صدّقوش، ادّيت له في الآخر صدقش الspec MDM. فتحت معاه الspec وورّيته ده أهي، ما فيش الكلام اللي أنت بتقوله ده. ما هي دي بقى، هي دي بيقول لك إن أنت إيه، أنت دلوقتي لو أنت ما تعرفش وعارف إنّك ما تعرفش عادي، لكن أنت لو ما تعرفش وعارف إنّك تعرف دي مصيبة، إن أنت بقى تكون آه، واحد مش عارف ومقتنع إن أنت ما فيش زيّك وما فيش منّك اتنين وإن المعلومة اللي معاك ديّة ما فيش زيّها، خلاص بتلاقي نَفْسه هو أصلًا بيshut down communication اللي أنا عارفه هو اللي صح، مش هيسمع منّك أي حاجة، مش هيكلّمك في أي حاجة while in fact هو أصلًا ما تعبش نفسه في إنه يدوّر على المعلومة خالص، راح لأسهل طريق ليها وطريق غير موثوق، ما راجعش الcredibility بتاعة الdata اللي رجعت له خالص، ما يقدرش يأكد أي معلومة من اللي موجود، وخدها at face value واعتمدها اتكتبت عليه الكدبة وهو صدّقها ومشيت الدنيا معاه. فدي أكبر مصيبة موجودة دلوقتي في المجتمع ككل عامةً، لإن Sam Altman نفسه كان بيتكلم إن إحنا دلوقتي الناس بتعتمد على ChatGPT في كل حاجة، بيتكلّم حتى على الأجيال الجديدة بتتعامل مع ChatGPT على إن هو their own psychiatrist يعني ده الدكتور النفسي بتاعك، صاحبك، في ناس عندهم وِحدة رهيبة، أنا متأكد فيلم Her اللي هو بتاع خواكين فينيكس، الناس كتير شافته، ده حقيقي دلوقتي في ناس بتتكلّم مع ChatGPT على إنه كده، على إنه صاحبهم، ف ف حاجة زي دي خطر جدًا على العقل البشري، أنت أحلى بتتكلم réplica دلوقتي عليك. الناس آه، الناس دلوقتي في AI app كده ظاهر بقى له سنين، بس ما بدأش إن هو يpick up فعلًا إلا في آخر كام سنة دي، مع تطوّر الAI أوي. وصلت إن اتعمل على الapplication ده research واتعمل اتضح إن الناس بقت بتروح للapp ده for AI girlfriend وبيعاملوها إن هي بشر عادي وبيتعاملوا معاها فعلًا بشكل مريض و واتعمل research أكتر بقى إن هم بيabusوا الAI ده، يعني هو واحد مريض بدل ما يabuse حد in real life بيabuse AI عشان في الآخر يعمل لنا Skynet ويموتنا كلنا يعني، بس الفكرة إن الناس من كتر ما هم بقوا متعودين على الAI عمومًا، بقوا بيستعملوا AI في الشغل، في الترفيه، في عايز كل حاجة. أصلّح مصطلح، هو مش متعوّدين، هم مُعتمدين، التعوّد عادي شوية في وجهة نظري، لكن ده اعتماد تام، الناس بقت مُعتمدة اعتماد تام، الموضوع ما في ناس دلوقتي النت لو فصل بالنسبة لها مصيبة، مش علشان خاطر النت فصل زي ما كان بالنسبة لنا مثلًا، لأ، علشان النت فصل فما فيش AI خلاص أنا ما عنديش AI هاعمل إيه؟ مش عارف ياخد قرار أصلًا، ما عادش في decision makers. وفي بقى يعني في حوارات كده تانية، حوارات الcomments. أنت بجانب فكرة الcommunity والناس اللي بايظة في حاجتين، في comments على مثلًا يوتيوب وهكذا، الحاجات بقى زي الbug bounty programs والcommunities عمومًا اللي هي open الناس تقدر تcontribute عليها. أنت عندك curl مثلًا اللي comment هي تقصد feedback عامةً. feedback بقى أو إن هو بيخش عمومًا يقدر interact مع الناس اللي عاملة الحاجة دي، مثلًا GitHub issues، GitHub pull requests، الكلام ده كله. كده الحاجات دي كانت بتتabuse. دي حاجة معروفة. إحنا مثلًا في Hacktoberfest اللي هو بيبقى event سنوية كده كل project على يعني كل project open source بيhighlight عنده كام issue كده، بتبقى كويسة للناس اللي أول مرة تتعامل مع الopen source وبتشجع الناس وهكذا، وبياخدوا تيشيرتات في الآخر وفلير وحاجات حلوة كده. اللي هو الناس اللي بتعمل عدد معين من الpull requests. فالمشكلة مش في كده، المشكلة إن الناس كانت ساعتها بتabuse والabuse ده كان controllable. لو أنت كنت واحد بتلاقي الناس بتخش تفتح PRs فاضية على ال
على الrepositories دي، expecting إن هي تتmerge فعلًا. مثلًا واحد بيخش يحط نقطة مثلًا في الdocumentation، نقطة حرفيًا في آخر جملة كده وخلاص، ويقول لك أنا عملت contribution وعملت PR. الموضوع ده اتحل، وبقى ساعتها لازم تكون الPRs merged أعرف في حد كان الproject. بيbrag بالموضوع ده by the way، أعرف حد فعلًا كان بيbrag بكده، يقول لك أيوه. أيام زمان بقى، أيام ما كان ينفع بقى وكنا بنعمل مش عارف إيه وكان معايا إيه وgot banned أكاونته كانت قافل أصلًا. بس على الأقل كانت اللي هو إيه، من بشر لبشر، فأنت الratio أنت قادر تكنترولها شوية. إنما اللي حاصل دلوقتي مثلًا مع curl، اللي هي الpopular networking library بتاعة اللي موجودة حرفيًا في كل الsystems دلوقتي، إن أنت الbug bounty program بتاعهم، الmain maintainer نزّل كذا فيديو ونزّل كذا تويتة. هو بجد يا اسطى جاب آخره، اللي هو بدأ إن هو يبقى discouraged من إن هو يخش review bug bounties، من كتر ما هو ما كل شوية بيلاقي عشرات الbug bounties، يا إما كود مش موجود أصلًا في الrepo، يا إما كود قديم. هو شخص راح لChatGPT قال له يا باشا طلّع لي vulnerability في curl. فهو الAI ما عندوش دماغ، هو مش هيروح يا اسطى يبُص في الcode base ويreview الكود ويشوف فعلًا في vulnerability والّا لأ. لأ، هو هيشوف الdata set عنده إيه، وإيه اللي يقدر يسكريبه من على الويب. هيلاقي issues كانت مفتوحة مثلًا من 2015، هيقوم داخل جايب وخُد يا باشا أهي أحلى vulnerability عليك، وvulnerability patched مثلًا من 2016 مثلًا يعني، وإحنا دلوقتي في 2025 يعني بقى لنا داخلة في ال10 سنين، يا عم بس هو ما say يعرفش. إن مش كده، say إنها مش كده، وsay إن هو معاه AI agent في الcode base ومداونلود الكود مثلًا ومدّي له الcontext تمام. الethicality بتاعة الموضوع برضه، ويعني أنت بتعمل إيه؟ اللي أنت بتعمله ده، جرّب، جرّب الbug اللي أنت طلّعتها على الأقل، أنت خدت الكلام كلّه at face value، لأ هو ما خدوش at إمم. face value علشان خاطر هو اللي بيعمل كده مش أهبل، اللي بيعمل كده هو عارف هو بيعمل إيه كويس، هو بيحاول يdrain اللي حواليه من money، بيحاول يعمل أي حاجة تجيب سواء بقى attraction، أيوه. يشوف exposure، الناس تعرف إنه عمل كذا، يقول إن اتعمل contribution في المكان الفلاني. يعني لو هي مش فلوس في الوقت الحالي، هي فلوس في المستقبل، لإن ما فيش حاجة في الدنيا ديّة الدافع بتاعها مش فلوس في الأول وفي الآخر، مضبوط. لأي حد، إلا إذا كان دافع ديني. فأنت دلوقتي حد بيعمل كده ليه؟ عشان في الآخر عايز يوصل لفلوس بطريقةٍ ما أو بأخرى. فأنت ethically يعني المفروض على الأقل تبقى بتجرّب الbug اللي أنت يعني شُفتها دي، الراجل طلع لك الbug، شوف لأ، ما هي صح والّا فيش، لأ. ما فيش ethicality في الموضوع. أنت بتخش بقى في الdead internet theory، اللي هي حاجة تانية بقى. إن أنت، أنا دلوقتي مثلًا خُش على أي فيديو يوتيوب وبُص على الcomments، هتلاقي الcomments تبان حقيقية، يعني الprofile يبان حقيقي، الcomment قشطة، يعني comment بشري عادي بيalign مع الcontent. بس أنت تيجي تبُص على الprofile نفسه، تدوس فعلًا وتخش على الprofile، هتلاقي في الآخر مثلًا هتلاقي في الآخر bot. نسبة كبيرة جدًا هتلاقيه bot، يا إما bot عادي spam علشان ياخد reach وياخد likes وياخد follows فيبيع الaccount بعد كده، يا إما pornography scams أو pornography spams، إن هو أنت بتخش ما كانت بتلاقيه ملينك، موجودة، كانت موجودة على أكاونتات الإنستجرام، ما تانية. شُفتهاش؟ ف وده بجانب يعني الحاجات الAI girlfriends والAI أيوه، أيوه، influencers على والكلام ده الإنستجرام كله. كان في account قعد فترة، ده قلب الدنيا، قعد فترة كبيرة جدًا وgained popularity وكان في chats وبتاع، وبعدين نزّل الauthor بتاعه إن هو ده AI يا جماعة، الaccount ده AI، كل الصور بتاعة البنات اللي جوّه كلّها أو البنت اللي جوّه دي كلّها AI. المشكلة في إيه بقى، يعني أنت لمّا تحصل الrevelation ديّة للناس والناس تكتشف المعلومة ديّة إن هو AI، إيه اللي في دماغك هيحصل؟ lose أو loss situation، اللي هو خلاص بقى الناس آه عرفت إنه بالضبط. AI. quite the بالضبط. contrary، آآ زادت الpopularity بتاعته وزادت الreach بتاعه، اللي هو weird يا جماعة أنتم بتعملوا إيه؟ المصيبة بقى في إيه، إن أنا يا اسطى أنا شُفت فعلًا dead internet theory قدّامي. dead internet theory عمومًا هي إن أنت الناس، أنت عندك الويب هيبقى عبارة عن AI بيكلم AI في comments، والناس مش عارفة مين فيهم AI ومين مش فيهم AI، ولدرجة إن الناس هتزهق وهتبطّل إن هي تستعمل الplatforms دي. اللي أنا شُفته، أنت في comment، كان كذا comment، يعني كذا comment thread تحت بعض على فيديو على اليوتيوب. آآ كل أمّا أخُش على الprofile منهم ألاقيهم AI، والreplies عليهم كانت AI. يعني أنت متخيّل إن الcomment AI وداخل مرeply عليه AI مختلف، والاتنين AIs في الآخر أصلًا pornography spams. لو أنت بتخُش على الprofile بتلاقيه ملينك channels المفروض إن هي أصلًا ممنوعة، والمفروض إن يوتيوب لو هو platform فعلًا يهمّه الusers ويهمّه مثلًا الأطفال اللي على الplatform ده، ويهمّه مش عارف الناس الصغيّرة على الplatform ده، ويهمّه الناس عمومًا اللي على الplatform،
أنت معاك AI engine شغال، ليه مش بتscan الimages؟ ليه مش بتscan الprofile pictures؟ إيه الصعب في كده؟ الprofile pictures على اليوتيوب حرفيًا 512 في 512 يعني مش صورة مثلًا 4K اللي هي هتاخد processing time شوية، لأ، هي حرفيًا حاجة قليلة جدًا. فأنت يوتيوب مثلًا بقى مكان toxic لدرجة إن أنت مش عارف الشخص اللي كاتب الcomment ده هل هو حقيقي فعلًا والّا لأ، وأحيانًا بيبقى في profiles blank حرفيًا، بس هو في الأول والآخر AI. تيجي تبُص على تيجي تدقق بقى في المعلومات اللي مكتوبة في الabout بتاع الaccount وهكذا، أو تبُص على الإيميل اللي معمول بيه، تلاقيها كلّها temporary emails وكلّها spam emails حاجات بجد اللي هو إيه اللي بيحصل؟ وده يوديك بقى في الآخر لدور السوشيال ميديا عمومًا. أنت دلوقتي بقى عندك AI generated videos، AI generated comments، AI generated posts الناس بتنزّلها، يعني حوار حتى AI يوم generated videos ده بقى صعب فعلًا تحديدًا، لإن الshort form content بتاع أي حاجة مأثّر على عقلية الناس، فالvideos تحديدًا بقى يعني أنا وأنا قاعد مثلًا باقلِّب دلوقتي ده في بند من بنود مثلًا الترفيه، يعني أكتر مما هو إمم، tech. أنت قاعد بتقلِّب مثلًا قاعد آمم، أكيد أنت اتفرّجت على حاجة زي كده، يقوم جاي قايل لك مثلًا تلاقي voice over للحاجة اللي بتحصل، يقوم جاي قايل لك وبدأ يحُط كذا المَيّة على مش عارف إيه، واحد مثلًا كان بيعمل طبخة ما، وبعدين أنت لو ركّزت للحظة ما سِبتش دماغك لنفسها كدهوّة وأنت بتقلِّب كده وبصّيت، هتكتشف إن ده voice over على content كان موجود already، واحد سرق الcontent دوّة من الoriginal video creator وحَط عليه آه، AI voice over AI subtitles اللي هي بقت أسهل حاجة في الدنيا دلوقتي. وby the way الAI subtitles بيبقى فيها typos بالهبل، أنت بتاخد بالك منها لو أنت مركّز، لو أنت مش مركّز سايب الكلام يقعد ينُط في وشّك كده وخلاص، بتلاقي الموضوع اللي هو بتلاقي في الآخر اللي هو أنا قاعد لو قعدت كده أحلِّل في مرّة كده أبُص على إيه اللي بيحصل، أقسم بالله الmajority AI الmajority AI content. ده صعب جدًا، الموضوع بقى متخلِّف. يا المشكلة إن أنت جماعة لمّا بتيجي تتكلم مع الناس وتقول لهم اللي عامل ده AI أو الpost ده AI، يقول لك إيه يعني؟ لأ مش إيه يعني، ويقول لك الbots كانت موجودة من زمان، كان في bots فعلًا يعني من يوم ما الweb اتعمل ومن يوم ما الإنترنت اتعمل وفي bots عادي معروفة، بس كنت بتبقى عارف إنه bot. كان بيبقى bot بيspam نفس الجملة حرفيًا في كل comment، مثلًا 20 comment تحت بعض على كل فيديو، وكان بيبقى سهل إن هو يتflag على الsystem وكان it بيتبند was في خلال never a أقل good من يوم. thing. يعني أنت ما ينفعش تيجي تقول لي طب ما هتلر كان موجود، يعني إيه هو هتلر ده حاجة كويسة؟ ما هو الbot والطريقة بتاعة الspam ديّة، ما هو الspam ده ما كانش حاجة مش كويس. بالضبط الspam مش كويس، فأنت ما تجيش تقول لي ما أصل كان في bots قبل كده، إيه اللي جاب؟ لأ، الموضوع كده وِحِش، وكده زبالة. فهي الفكرة بس اللي أنا باحاول أوصّله هنا هو إحنا الAI بدل ما هو أنت المفروض أنا مؤمن يعني عشان بس ما إحنا يعني we're way too negative، فإحنا مش من النوع اللي بنقول لك don't ever use AI. I use AI. I use AI علشان خاطر reformat الCV بتاعي بطريقة كويسة، علشان في الآخر بيget parsed by another AI، فأنا عايز الAI optimize it للAI التاني. I use it to write to help me plan trips مثلًا، إن أقوم جاي له كده المواعيد aligned والّا لأ علشان أراجع معاه وما إلى ذلك. فاللي هو it's a tool في الأول وفي الآخر، أنا مش باقوم جاي بالضبط. واخدها كدهوّة وخلاص هي ديّة اللي أنا هاعمل من خلالها كل حاجة، مش هاروح أقول له اعمل لي الحاجة دي. أنا راجع معاه حاجة علشان هو it's a computer of some sort هيقدر يرُد عليّا يدّيني أي جزء من يعني an ounce of credibility عن اللي أنا باعمله دوّة إنه صح وما إلى ذلك. من ناحية إن أنا راجع معايا حاجة، يبدأ معايا في حاجة وأنا أقعد أراجع وراه برضه 100 مرّة، فit's a tool in my tool belt. ده ما عادش الmentality، الناس ما بقتش باصة لها إنها tool in your tool belt، الناس بقت باصة لها إن هو this is the thing، إحنا ده اللي بنتعامل معاه، هو ده المرجعية، هو ده اللي بنكلمه. يعني I'm pretty sure إن إحنا مش بعيد عن فكرة الناس تبدأ تعبده، لإن إحنا بنوصل لمرحلة إن يعني أصلًا عندنا حتى في الإسلام أنت ما ينفعش تفخّم أي حد بزيادة، علشان خاطر تبعد نفسك عن شبهات إن أنت فكرة إنك تعمل حاجة زي كده. يعني من الحاجات إمم. اللي أنا باحاول أبعد نفسي عنها، أنا عارف إن الموضوع دوّة ديني بحت، ولكن الaction figures أنا فلنقل باحب باتمان جدًا. أبعد عن الaction figure إن أنا أجيب action figure بتاع باتمان علشان أنا ما يبقاش جوايا ولو للحظة ذرة شِرك لأيًا كان إيه السبب، الشيطان شاطر النفس أمارة بالسوء وما إلى ذلك. فالAI دلوقتي إحنا مفخّمين في مقدرته، في قدرته، في أدائه، في اللي بيطلّعه. فده مش بس أنا عشان كده باقول لك دي نقطة اللي أنا متأكد إن الناس هتبقى قرّبت إنها تعبده جدًا. اللي أنا بقى عايز أوضّحه هنا هو
يا جماعة بطّلوا تفخّموا فيه بالمنظر ده، بجد الAI اللي موجود دلوقتي is good enough at best، at best. معظم اللي موجود في السوق زبالة، والحاجة اللي هو بيطلّعها ما ينفعش تبقى fact. والhype اللي الناس راكباه، الhype train اللي الناس كلّها راكباه ده، وحتّة إن كل الشركات عمّالة بتقول لك يالّا يا AI، اتفرّجوا على الناس اللي عاملة حاجات بالAI واللي راحوا للحاجات بالAI وشوفوا فشلهم. اللي ناجحين بالAI الناس اللي عملت models، حاجة زي OpenAPI أو Anthropic، جوجل، مايكروسوفت. الخناقة الكبيرة في شركات كبيرة، الباقيين كلّهم skins over الحاجات ديّة. تلاقيه ChatGPT rapper، واحد يروح يكلم ChatGPT بtokens وبAPIs ويتعامل معاه ويدّي لChatGPT فلوس. طَب أنت عملت إيه؟ ولا حاجة. ويقوّم شركة على الموضوع ويدخل، والناس هتget bankrupt بسبب الموضوع ده. الhype train بتاع الAI نفس الhype train بتاع أي تكنولوجي تانية ماتت قبل كده. استخدموها كtool في الtool belt. ما تدخلوش في ناحية إن ده المستقبل وهو ده اللي هيعمل كل حاجة. المستقبل الخطوات التانية منه، الiterations اللي جاية، لكن اللي موجود دلوقتي ده يا جماعة ما تعتمدوش عليه، ما تعتمدوش عليه بجانب نهائي. بجانب بقى فكرة إن أنت أصلًا يعني أنت الناس اللي كانت بتعمل content فعلًا زي ما قُلت لك الناس بطّلت تعمل content. مش باتكلّم على نَفْسي، أنا باتكلّم على الناس اللي هم فعلًا كانوا consistent في الcontent creation بتاعهم، اللي هو وليه اتكلم على الناس نفسك؟ أنت first party من الناس اللي اتأثّرت. أنت كنا بنتكلم على الموضوع ده قبل كده، أ إن الموضوع اللي هو يعني to what end؟ أنا هافضل أعمل كده لإيه؟ طب وأنا استفدت إيه؟ أنا باحرق في الفاضي. يعني بُص، أنا آه. شايف إن في عمومًا إن أنت بتوصل لcommunity في الآخر، بس أنا مشكلتي دلوقتي إن أنا مثلًا أنا كواحد كنت باconsume content بتاع الناس consistent. الناس دي دلوقتي بقت مُرغَمة تعمل حاجة من حاجتين، وده على فكرة نفس الموقف بتاع Fireship وكان اتكلّم عن الموضوع ده قبل كده، أظن الناس كلّها عارفة Fireship. هو كان بادئ في الأول ultra optimized video format، كان بيقعد يضبّط الفيديو جدًا، جدًا، جدًا عشان يطلّع أحسن quality وأسرع، يعني يوصّل لك المعلومة في أسرع وقت ممكن. لإن هو شايف إن أنت كشخص أنت وقتك محدود وهو وقته محدود وهكذا، فهو بيoptimize لده. وكانت الtopics يعني almost advanced. اللي حاصل إيه دلوقتي، إن هو مع الshift للAI بقى مضطر إن هو يعمل حاجة من الاتنين، يا إما يقفل الchannel أو يlose الfollow بتاعه ويlose الactivity بتاعة الchannel ويخسر الفلوس اللي جاية له، وهو full time content creator دلوقتي، يا إما يعمل short form reels بقى والرزع ده، ويoptimize الفيديوز إن هي تبقى clickbaity وتبقى brain rot علشان الalgorithm تحب الcontent بتاعه وتبروموته زي ما كانت بتبروموت في الأول. هو اللي قايل الكلام ده مش أنا. وده بينعكس فعلًا على الcontent بتاعه. الcontent بتاعه في الأول كان في memes في حاجات بتضحّك وبتاع، بس كنتش دلوقتي بافوّت له فيديو، دلوقتي أنت مش عارف تتفرّج عليه أصلًا. دلوقتي عبارة عن AI news. بُص Gemini عملوا إيه، بُص ChatGPT 3.5 نازل فيه which is إيه، not a بُص مش bad عارف إيه. thing. يعني هو من أقل الناس اللي أنا شايفهم عكّوا الدنيا. في ناس تانية راكبة الموضوع بطريقة زي الcontent creator المشهور اللي أنا مش فاكر اسمه، هو كان gamer، اللي قلب الcontent بتاعه fully AI. مش بس من أول الكلام اللي بيتكتب، لأ up to وشه، ما عادش هو بيظهر بنفسه. عمل زي الVTubers كده، عمل character 3D model، إمم، بيدخّل ال3D model دوّة لAI. الscript اللي داخل للAI دوّة جاي من AI تاني، فهو بيقوم جاي واخد الtranscript دوّة يدخّله للAI، الAI دوّة يحرّك الmodel دوّة يقوم جاي حاطّه على فيديو، اهم، والفيديو بتاع الجيم بلاي دوّة خلاص كده خلّصت. هو ده اللي موجود. خُش ويطلّعه ويحطه ويfarm content ويلِم فلوس كتير جدًا. ففي ناس فعلًا الeffect بتاع الAI بتاعهم على الcontent بقى، يعني اللي هو بالضبط. بيركبوا الموضوع أوي. يعني أنا شايف إن Fireship إن هو يا دوب على قد إن هو بقى بيعمل AI news علشان خاطر يبقى بيتكلم عن الAI ويفضل معاه الcontent وما إلى ذلك، معاه قصدي الaudience بتاعه وما إلى ذلك. ده من أقل الناس الaffected، يعني علشان الناس ما تبقاش واخدة بالها إن هو this is the worst of it. بالعكس، ده أحسن حاجة ممكن تحصل دلوقتي. إن هو بالضبط. الشيء السيء اللي حصل مع Fireship ده من أحسن الحاجات اللي حصلت في السوق. ده في حاجات حكاوي فعلًا يعني تشيّب. في بقى يعني علشان إحنا قدّامنا مثلًا 8 دقايق، آخر حاجة هي الprivacy. يا جماعة أنتم إزاي ضامنين إن الdata اللي أنت بتدّيها لChatGPT دي مش هتستعمل ضدك في يوم من الأيام؟ أنا أقول لك إزاي ضامنين. يعني سهلة جدًا، سهلة جدًا. إيه يا سام ترى؟ ألتمان بنفسه طلع واتكلم وقال: يا جماعة أنا لو في أي حد طلب مني الdata ديّة هادّيها له. أنا لو حد legally، جه طلب مني قال لك كده أهو، قال لك أنت دلوقتي
الجيل الجديد بيعامل ChatGPT على إنه الscichiatrist بتاعه، وبيسأله عن حاجات personal جدًا، و مش ده والناس عملوا channels اسمه مش ده Midjourney. الموضوع بتاع إيلون ماسك لمّا كانوا ما عايزين يعملوا tech bro group ما أنا فعلًا ما أعرفش، مش فاكر هو كان بيقول دوّة في أنهي سياق، ولكن قال كده نصًا، قال إن أنت دلوقتي لو بتكلم actual psychiatrist في عندك doctor patient confidentiality، فأنت من الآخر في سرية تامة ما بينك وما بين الدكتور والمريض. مضبوط. فلو أنت بتكلمه عن حاجات incriminating، حاجات تسجنك، الدكتور ما يقدرش يشيّر المعلومات ديّة طبقًا للقانون إن هو بيحمي الprivacy بتاعتك. اهم. تعالَ هنا أهوّة بقى في ChatGPT OpenAPI مُلزمة إنها تدّي المعلومات اللي تطّلب منها من أي حكومة بتطلب منها الموضوع ده غالبًا، يعني هي already في أمريكا، فهتلاقي أمريكا بتقدر تجيب أي معلومات عنك في أي وقت. فأنت كان في hype كده، أنا مش فاكر جالك فاكر أنت الhype ده يا نبيل والّا لأ؟ بس هو كانوا نزلوا كده في فترة قام جاي قال لك إيه، اكتب الprompt دوّة في ChatGPT وشوف هيعمل لك إيه. كان الprompt بيقول إيه، الprompt كان بيقول بناءً على معرفتك بيّا roast هزّقني me. أو حفّل عليّا، آه. حاجة من هذا السياق يعني. ال الناس كان بييجي لهم ردود accurate على حياتهم بطريقة مرعبة. أنا أمّا كتبته في مرّة مرجّع لي أي كلام أهبل كده، المعلومات أنا مدّيها له زي إن أنا خرّيج إيه ومعايا إيه وشغّال في إيه، اللي هي علشان ده اللي أصلًا أنا كلّها مهتم public بيه. information أصلًا، public أي information. حد ناس هيخش تانية على الportfolio جالها بتاعك. جالها ردود، يا جماعة هو أنتم بتسألوه على إيه، هو أنتم بتعملوا إيه، الله يخرب بيت كده. آه. و يعني مش وفي حاجة تانية إن أنت ناس بتقول لي طَب أنا هاستعمل أنا باستعمل الpremium فأنا في الأمان الprivacy policy بتاعتهم. لا يا حبيبي الprivacy policy بتاعتهم أنت عندك دلوقتي في الUS court أمرت OpenAI إن هم يسيبوا الuser logs permanently علشان الحكومة الأمريكية لو في أي وقت حابة إن هي تصطاد حد، تخش يا باشا هات الdata بتاعته من ChatGPT واطلع وورّيني الlogs بتاعته بتقول إيه. وده مش بينطبق على ده بس، يعني حتى Apple عاملين من فترة دي ما لهاش علاقة بالAI أوي، بس Apple من فترة عملوا حوار مش فاكر كان اسمه إيه secure OneDrive إيه secure Apple Cloud أو حاجة زي كده iCloud. إن أنت عمومًا بتقدر تencrypt الdata بتاعتك on device قبل ما تتبعت للiCloud servers. الموضوع ده ما عرفوش يطبّقوه في الUK. أنت دلوقتي لو معاك iPhone وداخل بيه يعني أنت في الUK الsystem ده مش شغال ليك unavailable. ليه؟ لإن هناك الحكومة والتصويت بتاع الحكومة قال لك: "لا يا باشا، إحنا علشان نحارب الإرهاب ونحارب مش عارف إيه، الApple is required to not do this." فأنت دلوقتي لو معاك الموبايل بتاعك وأنت مencrypt ودخلت ووقفوك في المطار، هتلاقيه بيقول لك unlock الdevice دي وشيل الencryption عشان نشوف الحاجة اللي معاك. وده بالنسبة لهم قانوني عادي جدًا. فأنت هي أنت بقى أنت مش الفكرة في ضامن كده، يعني أنت أنت مش هي ضامن عارف علشان أنت الناس بقى تروح يا اسطى لAI تدّي له 20 صورة مثلًا، ومثلًا في بنات المحجبة مثلًا تروح تدّي له هي صور دي من النقطة اللي غير كنت عايز الحجاب. أتكلم أنت عليها، كشخص واحد يروح يبعت الhype بتاع Ghibli عارف أنت Studio. فاكر الhype بتاع Ghibli Studio؟ يعني بجانب السرقة لأ، الواضحة مش بقى سرقة، لأ مش سرقة، privacy. والصور الحتة بتاعة Ghibli Studio تلاقي واحدة محجبة باعتة صورتها وهي من غير الحجاب علشان اعمل لي الصورة دي Ghibli Studio، أو واحدة مع زوجها وهي منتقبة مثلًا وخالعة نقاب وبتصور واعمل لي Ghibli Studio. أنتم واخدين بالكم من الصور اللي راجعة لكم ديّة راجع فيها metadata، والناس كانت ممكن تدخّلها الAI ويقول له دي Ghiblified ويرجّع له الصورة قريبة جدًا لشكلك الحقيقي. ماشي، مش هياها ومش صورتك، بس أنت بتعمل إيه؟ آه، يعني عمومًا أنت بتعمل إيه؟ في ناس الprivacy بقى بتاعتك بتدّي فين؟ تفاصيل شخصية، والناس بتقعد تحكي حرفيًا حكاوي لChatGPT وغيره. فعمومًا يا جماعة يعني الtools دي استعملوها كtools. ويعني أنا من نوعية الأشخاص اللي هو دايمًا بيهتم بالprivacy وخايف على الprivacy بتاعتي وهكذا. مش لسبب بس أنا مش عايز أبقى فاتح page random في يوم من الأيام، ألاقي الpage حاطة لي إعلان متارجتني كنبيل مثلًا. يعني أنا مثلًا كنت رايح لدكتور السنان علشان مش عارف أسأله على المنتج إيه، فلو أنا كنت باستعمل ChatGPT وأسأله على الحاجة دي، أروح لpage ألاقي الإعلان حرفيًا باسمي مثلًا. دي حاجة عادي، دي حاجة حرفيًا دلوقتي technically ممكنة كتقنية. بس هي مش معمولة لإن هي illegal في أغلب الدول. بس إحنا أصلًا في مصر مثلًا ما عندناش policies دي. يعني أنت ما تقدرش من مصر ترفع دعوى إن أنت تخلّي OpenAI تمسح الdata بتاعتك. حتى لمّا بتخش وتمسح الchat history بتاعك وتمسح الinformation اللي collected عنك على الapp، هم they keep it for at least 30 days.
ده في ده الpolicy اللي بتاعتهم، ده هو ياخدني بيخلّيها لنقطة ل30 يوم على نقطة الأقل. أخيرة كنت عايز أتكلّم فيها، نقطة أخيرة مهمة أوي، هي إن إحنا عمّالين نتكلّم دلوقتي عن policies في أمريكا، في إنجلترا، في بلاد برّه، ففي ناس بتفكّر أنا هنا في مصر، أنت هنا في مصر وضعك ممكن يكون أسوأ، أنت مش بس بتفيّد الدول اليهودية والّا الدول الصهاينة والشركات الصهاينة اللي هم بياخدوا الdata بتاعتك ديّة يستخدموها علشان يضرّوا الناس التانية، ولكن مش بس كده، أنت هنا في مصر عادي الحكومة ممكن تطلب وتطالب بالبيانات ديّة تقدر تجيبها وتintercept. أنت اهم. ممكن أصلًا الحكومة تطالب شركة زي الإنترنت provider بتاعك تextract الinformation ديّة، أنت عندك هنا في مصر ما فيش حماية للبيانات بتاعتك، ففكرة إن أنت تحس إنك تقول قشطة ده في بلاد برّه أنا مش فارق معايا يعني وبتاع وكلام من ده، لأ أنت هنا حالك أسوأ شوية نسبيًا في النقطة ديّة، أنت قانون بلدك أصلًا مش هيمنع حاجة زي دي، على الأقل برّه ممكن تلاقي في قوانين قد تمنع الحاجات ديّة، عشان كده الناس بتعمل جزء توعوي إن في العادي إحنا بنمنع ده، ولكن أنت بتكلم الAI كchat فأنت ما فيش حاجة بتحميك، تخيل أنت هنا بقى هنا في مصر، يعني فما تفكّرش للحظة إن بالضبط. إن أنت عادي إنك تطلّع البيانات ديّة للAI على الأقل على قد أمّا تقدر لمِّت نفسك يعني however appealing that is بالضبط. امسك نفسك دايمًا anonymize الحاجة اللي أنت بتدّيها له، يعني مثلًا ما تقولوش إن أنا دلوقتي شغّال في شركة كذا على مشروع كذا، بنعمل عندي bug في الfeature الفلانية، بل هاخلّيه مثلًا اللي هو أنا باستعمل الtool دي مشهورة مثلًا لو إحنا بنتكلم على حاجة في الtech فمثلًا Next.js أو JavaScript أو أيًا كان، أنا باستعمل الtool دي وعندي feature بتستوجب إن أنا أستعمل feature كذا من الframework ده أو أيًا كان، بس حاصل معايا bug بتطلّع لي كذا، كذا. هو أغلب الوقت يعني دي مش هتدّي لك إجابة نموذجية اللي أنت مستنيها بالdata التانية الشخصية، ولكن هتحل لك برضه المشكلة. وعمومًا يعني الAI tool مش حاجة ناخدها محل ثقة، وفي ناس متضررة جدًا، جدًا منها. هنضطر يعني خلاص كده وقتنا خلص، فشكرًا ليكم إن أنتم سمعتونا وشرفتني يا كريم. إن شاء الله الفل نعمل ليه يا هندسة، حلقات أكتر آآ يعني نعمل حلقات أكتر نرَنت ونتكلم فيها بس. ونرانت فيها، يعني إن شاء الله المرّة الجاية مش هتبقى رانت إن شاء الله. فابعتوا لي بقى لو حابين ابعتوا لي أي حاجة حابين نتكلم فيها، ونشوفكم على خير إن شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم.